فإذا كنت لا تعرف كيفية التعبير عن شكرك وامتنانك للآخرين، فعليك أن تشاهد أجمل عبارات شكر وتقدير مؤثرة التي سنعرضها من خلال المقطع التالي من أشقائنا المصريين. نروح لبطولة تانية بتحظى باهتمام عالمي كبير جدا، وهي كأس العالم لكرة القدم للسيدات. تابعنا يوم الخميس بكل فخر واعتزاز تأهل المنتخب المغربي بعد ما حقق الفوز الثاني ليه في البطولة. تأهل عشان يواجه منتخب فرنسا في دور ال16. مباراة هتكون يوم الثلاث اللي جاي. منتخب المغرب بيحقق إنجاز تاريخي كبير في أول مشاركة ليه وأول مشاركة بشكل عام لمنتخب عربي في مونديال السيدات يا جماعة. يعني بيخوض 3 مباريات، بيخسر المباراة الأولى بنتيجة 6-0. منتخب المغرب بيخسر المباراة الأولى قدام منتخب ألمانيا بنتيجة 6-0، لكن بيقدر يحقق الفوز في المباراة الثانية والثالثة أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا. الحقيقة إن المنتخب المغربي للسيدات اللي شايفين صورته معاكم دلوقتي بيدي دروس كبيرة قوي، بيدي دروس كبيرة قوي عن الإصرار وعن التحدي وعن فخر العرب، وعن إن احنا نكون فخورين ببناتنا وسيداتنا والطموح. ومنتخب كان سهل جدا إن هو ينهار بعد خسارته في أول مشاركة وأول مباراة بسداسية، وإنه خلاص يعني لما بتبتدي مشاركة كده بالشكل ده وتكون أول مشاركة ليك الناس بيقولوا أداء بنقول كده بيمثل تمثيل مشرف. لا لا، ما فقدوش الثقة في نفسهم، ده ما حصلش. شفنا إزاي سيدات المنتخب المغربي بكل فخر وبكل اعتزاز بيتماسكوا، بيرجعوا سريعا، بيقدروا يحققوا الفوز في مباراتين بعدها علشان يتأهلوا لدور ال16. وهم دول الستات الحقيقيين اللي عندهم إصرار وعزيمة وقدرة، واللي بيكملوا المنظومة المغربية الكروية بكل فخر واعتزاز. اللي بنقدم له كل تحية، كل التحية والتقدير للاعبات منتخب المغرب وجهازهم الفني وكل من آمن بيهم وكل من اداهم الثقة وكل الناس اللي واقفة في ظهرهم وأسرهم ودعمهم الشديد جدا خلال الفترة القادمة. وهنفضل نساندهم، نتمنى طبعا يوصلوا لأبعد نقطة في مونديال السيدات بكل فخر واعتزاز.